بسم الله الرحمن الرحيم. الفيروسات والبريونات. الربط مع الحياة. تحمل لنا الأخبار كل يوم قصصا عن انتشار الأمراض في العالم، فهنا خبر عن كورونا، وآخر عن الإنفلونزا الطيور أو الخنازير، وثالث عن مرض سارس. ما المشترك بين هذه الأمراض؟ جميعها تسببها فيروسات. الفيروسات، على الرغم أن بعض الفيروسات ليس ضارا إلا أن بعضها الآخر يسبب العدوى والضرر لأنواع المخلوقات الحية كافة. الفيروس شريط غير حي من مادة وراثية يقع ضمن غلاف من البروتين، ومعظم علماء الأحياء لا يعدون الفيروسات حية إذا لا يتحقق فيها جميع خصائص الحياة. فالفيروسات ليس لديها عضيات لتحصل على المواد الغذائية، أو لا تستخدم الطاقة، ولا تستطيع تكوين البروتينات، وهي لا تتحرك ولا تتكاثر بنفسها دون الاعتماد على المخلوقات الأخرى. وقد تسبب بعض الفيروسات مثلها في ذلك مثل البكتيريا أمراض الإنسان، ومنها الأمراض المبنية في الجدول، ومنها القباء التناسلية والإيدز، اللذان تزداد فرص انتقالهما عن طريق الاتصال الجنسي المحرم، وتعاطي المخدرات، ونقل الدم، والتعرض للجروح بأدوات ملوثة عند محال الحلاقة. مثل هذه الأمراض لم يعرف لها علاج أو لقاح حتى الآن، ومن فضل الله علينا أن شرع لنا الزواج طريقا شرعيا يجمع بين الرجل والمرأة، وحثنا عليه حماية للفرد والمجتمع من الأمراض الجسدية والنفسية.